بيبدأ المسلسل بتاعنا في الزمن البعيد قوي يعني. في يوم من الأيام حصل كده عاصفة كبيرة في البحر، واللي بسببها كل حاجة في البحر خرجت على الشاطئ، من لؤلؤ بقى وأسماك وكل حاجة حلوة ممكن تتخيلها. ومن وسط الحلاوة ديت ظهر حورية بحر. أول ما أهل القرية بيشوفوها بيتصدموا، لأنهم أول مرة يشوفوا أصلا حورية بحر، وكانوا مفكرينها خرافة. فبسرعة كده بياخدوها وبيودوها لحاكم المدينة ديت واسمه يانج، واللي بيكون رئيس قرية، واللي هو أول لما شافها فرح خالص وقال بقى هي دي حورية بحر بجد، ده شبه الإنسان وفي نفس الوقت شبه السمكة. كان رايح يمسكها كده، فصاحبه بيوقفه بيقول له انت رايح فين؟ انت عارف ان في اسطوره بتقول لو مسكت ايد اي حوريه بحر هتاخد روحك وهتمحي كل ذكرياتك. فبيخاف بسرعه كده وبيبعد عنها، وبيقرر ان هو هيديها هديه لحاكم البلد، لانه بيكون حاكم جديد لسه وعايز يعني يقرب منه، وبيكون اسمه كيم. واول لما بيوصل الحاكم بيعملوا له احتفال، بيقدم له كده حوريه البحر كهديه، واول لما بيشوفها بينجذب ليها. لينج بيقول ان الحوريه ديت فيها زيت غالي خالص ما بتقدرش باي ثمن، وان كل دمعه من عينيها بتتحول للؤلؤه، واحنا يعتبر يعني لقينا كنز كبير ومستحيل يفرطوا فيه. فالحكم بيهدده وبيقول له على الضرايب اللي عليه، واللي بسببها ممكن يتحكم عليه بالاعدام. فينج بيخاف كده وما بيكونش عارف يرد عليه. فالحكم بيقول له الحل الوحيد علشان انقذك من كل ده انك تسيب لي الحريه وما تسالش عنها تاني ولا كانك شفتها اصلا ابدا. فبيضطر ينج ان هو يوافق للاسف، والحاكم بياخد الحريه وبيرجعها للبحر تاني. في نفس الوقت بقى بيكون ينج اصلا بيبص على الحاكم وهو مقهور من اللي بيعمله، وبيقرر ان هو ينتقم منه علشان خد الحريه ورجعها البحر تاني. الحاكم بقى كان عمال يبص للحوريه كده وهي في البحر ومستغرب من جمالها. فالحوريه بتروح له وبتمد لها ايديها علشان يمسك ايدها، وفعلا الحاكم بيمسك ايديها مع انه عارف ان هو لو مسك ايديها ممكن يخسر كل حاجه، وانها ممكن تمحي ذكرياته خالص او يقع في حبها مدى الحياه او تاخد روحه. يانج بيكون بيتفرج عليهم ومبسوط خالص من اللي الحاكم عمله ده، علشان هو عارف كده ان الحوريه عمرها ما هتبعد عنه تاني، فهو يقدر يعني يصطادها مره تانيه، وده بقى هيبقى عن طريق الحاكم. وبتمر ايام وسنين كتير، وبيظهر معانا البطل واللي بيكون اسمه كيم، شغال محتال او نصاب يعني كبير، وبيكون عنده القدره ان هو يخدع اي حد وبينصب عليه. صاحبنا عنده خفه ايد بتتحول لقوه تقدر تسيطر بقى على اللي قدامك كتنويم مغناطيسي، وكمان بيقدر ينتحل شخصيه اي حد وبيدخل اي مكان، وبيكون صحابه شغالين معاه في النصب وبيشجعوه. فيهم بقى كيم بينتحل شخصيه المدير العام علشان يطلعوا ابن سيده اعمال مشهوره جدا من السجن، لان ابنها ده اذى زميله في المدرسه. وفعلا صحابنا بيقدروا ان هم يقنعوا الامن بكل اللي موجودين ان هو النائب العام، وبسبب قوته السحريه اللي في ايده بيقدر يخلي اللي قدامه يشوف ان هو فعلا النائب العام. وخرج ابن سيدة الاعمال من السجن، واخد منها كمان رشوه كتيره خالص، وطلب منها انها تبعت له الفلوس في مكان امن علشان يعني محدش يشك فيه، وهي جزيره في البحر الابيض، وهو بيروح يغير جو كل فين وفين كده. لكن وهم في المطار ورايحين قرر كل واحد منهم انه يسافر في مكان غير التاني، او يرتاحوا من بعض شويه يعني، بدل ما هم الثلاثه لازم في خلقه بعض على طول. وفعلا كان بيسافر كده وبيوصل للجزيره، وهو نايم في الاوضه بتاعته بيسمع صوت غريب. فقام بسرعه يشوف الصوت ايه ده، لا البيت كله متبهدل والاكل في الارض والبيت حالته حاله. فاتصدم وافتكر ان في حرامي معاه في البيت. فضل يدور على الحرامي لحد لما وصل اوضته، فلقى حد مستخبي استخبايه محدش عمره هيشوفها في حياته، وزي ما انتم شايفين كده مستخبي في الهدوم متعلق. لقاها بنت شكلها متبهدل ولابسه هدومه كده، فبيقول لها انت مين وجايه هنا تعملي ايه؟ وهو بيزعلها كده بتقوم مدياله بالبوكس في دماغه وبتطيره بعيد، وبيقع هو في الارض وبتكون خايفه منه ومش فاهمه اصلا هو بيقول ايه، لانها مش انسانه زينا وهي حوريه بحر. لكن المعلم كيم صاحبنا ما يعرفش حاجه خالص، فبيكلم الشرطه يجوا ياخدوها. بيفضل يصور فيها كده احسن ما تهرب يعني وما يعرفش يوصل لها، وبتيجي الشرطه وبتاخدها فعلا. بيقول لهم كيم انها ما سرقتش حاجه، بس هي اقتحمت المكان مش اكتر، وبتصعب عليه، بس هو بيسيب الشرطه تاخدها عادي. بيقعد مع نفسه كده وبيشوف الصور اللي صورها لها، فبيلاقيها لابسه اسوره غاليه جدا ونادره وبتساوي ملايين. في نفس الوقت بتكون حوريه البحر والشرطه واخداها منبهره بجمال الناس خالص في الشارع، لانها اول مره اصلا تشوف بني ادمين شكلها، وبتكون الشرطه مستغربه منها اصلا وبتفتكرها واحده مجنونه. من جهه تانية راح كيم كده لصاحبته ووراها صوره للاسوره، وعرف منها انها من 400 سنه وانها كمان مش اسوره عاديه. قام بسرعه ورايح لاسم الشرطه وخرجها من هناك بسبب قوته الخارقه، وقدر يقنع الضابط بان اللي حابسها دي مراته، وان هم جايين يقضوا شهر عسل هنا. والشرطي زي العبيط اصلا اقتنع وعمال يعتذر له كمان وبيتمنى له يقضي شهر عسل سعيد. كيم بياخد حوريه البحر كده وبيمشي، ولما خرج من اسم الشرطه فضل يعتذر لها، وكان رايح يسلم عليها علشان يشوف الاسوره، لكن هي ما بتكونش فاهمه هو بيعمل ايه اصلا وبيمد ايده ليه، وبتكون رايحه تضربه وبترفض ان اي حد اصلا يقرب منها. صاحبنا بيبص على رجليها كده فبتصعب عليه، بياخدها علشان يشتري لها جزمه، بس هي ما بتكونش عارفه بتتلبس ازاي، فبيلبسها لها هو. وكمان اشترى لها هدوم معزمه على الاكل وكل ده بس علشان يعني يعرف يسرق منها الاسوره اللي هي لابساها. صاحبنا عمال يتفرج عليها كده وهي عماله بتاكل، ومستغرب من طريقه اكلها، ومستغرب اصلا هي البنت دي جايه منين وازاي معاها اسوره غاليه كده. فبيعلمها ازاي تاكل، بس في نفس اللحظه برضه بيقدر ان هو يسرق منها الاسوره. وفعلا
اول لما بتجيله فرصه بيسيبها وبيمشي، وبيطلب منها انها تقف تستناه هنا، وهي بتفضل قاعده وبتسمع الكلام ومش فاهمه اي حاجه. وراح هو الفندق اللي قاعده فيه ولما حاجته كلها كده علشان يسافر تاني، بس برضه بيقعد يفكر فيها وفي كل حاجه عملتها وبتشده ليها اكتر. فقام رايح للمكان اللي سابها فيه ولقاها لسه قاعده فعلا في الشارع والدنيا بتشتي عليها، فمد ايده بالشمسيه علشان يداري عنها، وبعدين مدلها ايده علشان تمسك فيها. ومن اللحظه ديت روحها اتعلقت بروحه زي ما حصل زمان، تحس ان الدنيا بتلف وبتدور بيهم تاني. بنرجع احنا للماضي علشان نعرف بقى الحكايه. والحاكم بعد ما اطلق سراح الحريه كان بالصدفه بيتمشى على الشاطئ وقابلها من تاني، وبتقول انها عندها القدره تقرا افكار اي حد، وهي قرت افكاره كلها دلوقتي. فبيطلب منها ان هم يتقابلوا تاني، فبتقول له على اشاره ان هو لازم يعملها وهي هتظهر له بانه يطلع فوانيس النور كده في السماء. بتسيبه بتكمل عوم في البحر. بتمر فتره وبتلاحظ ان السماء بدات تنور بالفوانيس، فبتعرف ان دي الاشاره وان هم هيتقابلوا من تاني. بنرجع احنا لزماننا الحاضر لما كين بيقابل الحوريه ومسك ايديها واخدها ووداها فندق غالي جدا. واول لما بتشوف المكان بتنبهر بيه، بتبدا تباص في كل المكان، فهو بيزعق لها وهي مش فاهمه ان هو بيزعق اصلا، وبتبص له بصه اعجاب. بيلاقوا تفتكري علشان اخدتك الفندق ده وقعدتك معاه يبقى انا معجب بيكي؟ ده في احلامك على فكره، انت بس صعبان عليا. وبيستهبل كده مع انه معجب بيها. بيروح ينام وهي بتسهر تتفرج على افلام للصبح. وتاني يوم لما بيصحى من النوم بيلاقيها لسه صاحيه. بيجيله مكالمه من صحابه ان مديره الاعمال عرفت ان هو نصاب هو واصحابه، وخدوا منهم مبالغ كبيره من الفلوس ودمروا حياه ابنها. فبعتت لهم رجاله كتير يعني يدوروا عليهم علشان يتخلصوا مننا، وان هم لو اتمسكوا هيروحوا في 60 داهيه. فبيروح بسرعه يلم حاجته وبياخد الحريه وبيهرب قبل ما يوصلوا له. لكن هم بيشوفوه وهو بيجري هو والحريه، فبيجروا وراه. والحريه بتكون عندها قوه مش طبيعيه في القتال. هو بيجري زي العبيط بينما هي عماله تحميه وهو مش عارف اصلا، ومفكر ان هو اللي بيحميها. لحد لما كين بيلاقي عجله كده فبيركبها وبتركب وراه وبتكون مستمتعه خالص، ولكنها طالعه في موعد غرامي. بيقفوا كده في مكان وبيفتكروا ان هم خلاص اتخلصوا منهم، لكن بيتفاجئوا ان هم لسه مستنينهم اساسا. فبيقول للحريه خليك انت هنا على جنب وانا هتعامل. فراح علشان يضربهم لكن هم اللي ضربوه. وقامت الحريه متدخله بقى وضربهم واحد ورا التاني، ماسكاهم تحت مرت سجاير فرط خد فوق وتحت مش هقول لك. بس في الوقت ده الرجاله كان قدروا ان هم ياخدوا كين في العربيه وكانوا خاطفينه، لكن الحريه ما سكتتش، راحت وراهم بالعجله وخلتهم يعملوا حادثه، واخدت هي كيم وهربوا. وبكده يكونوا اتخلصوا من رجاله سيده الاعمال ديت. صاحبنا اخدها وعزمها على ايس كريم وجاب لها اي حاجه هي كان نفسها فيها، وبعدين اخدها على الكنيسه علشان يستخبوا هناك. عرفهم بقى انها مراته وانها للاسف مش بتعرف تتكلم علشان عندها صدمه نفسيه. بس فجاه عزيزي المشاهد انها بتتكلم قصاده وبتحرجه، ودي اول مره تتكلم في المسلسل اصلا، وهو اللي اتصدم هنا. فقاموا كده وطلعوا بره. لا هو ايه ده، انت طلعتي بتتكلمي؟ قالت له لا ما انا قعدت طول الليل بتفرج على افلام فعرفت اللغه بتاعتكم وبقيت بتكلم زيكم. فبيعرف انها ذكيه جدا لانها اتعلمت بسرعه، وبياخدها علشان يقعدوا في اوضتهم. فهو كان رايح يكلم المدير فاتفاجئ انها بتشرب ميه بطريقه غريبه كده وتحرج قدام المدير، واخدها للاوضه وهي نايمه كده. بتساله بتقول له انا سمعت كلمه حب وانتوا بتتكلموا عنها، هو يعني ايه حب؟ فبيقول لها ان الحب ده حاجه خطيره وانها ما تفكرش انها تجربه، وبيفهمها معنى الحب وبتعترف له حبها ليه. فبتصدم كده وبيقول لها لا ما مش بالسهوله ديت، وما تقوليش كده تاني لان الحب ده نقطه ضعف، ولو وقعتي فيه هتكوني ملكي وانا ممكن اخدعك او اسرقك بسهوله وانت هتكوني مبسوطه. بتقوله بما ان الحب ما بيجيش دايما معاك غير سيره الاكل فانا جعانه. فقام وجهز لها الاكل وعمل لها كل اللي نفسها فيه. وهم بياكلوا كده بيقول لها هو مين ابوكي وامك؟ فبتقول له انا ما عنديش اب ولا ام. بيستغرب من كلامها وبيقول لها انت غريبه. وبيروحوا يناموا وهي نايمه بياخد الاسوره اللي كان سارقها منها وبيروح وبيلبسها لها تاني. وتاني يوم الصبح بياخدها وبيقول لها هوديك لاخر العالم. واول لما بيوصلوا للمكان عند البحر بتقول له هو ده اخر العالم بقى؟ بيقول لها ايوه الناس سموه كده. وبيفتكر لما امه اخدته على المكان ده وقالت له كده، وقالت له كمان ان لو حد ساب حد هنا مهما يمر الزمن هيتقابلوا تاني، وسابته ومشت وبيكون متضايق. فالحوريه بتقول له يعني احنا لو اتفرقنا في المكان ده هنتقابل تاني؟ فبيقول لها لا انا للاسف ما قابلتش امي اللي هي سابتني في المكان ده. وفجاه هنا بيجي رجال سياده الاعمال وبيكونوا مالين المكان، فبياخد الحوريه وبيجروا وهم بيفضلوا يجروا وراه وبيكونوا خلاص هيمسكوهم. فالحوريه ما بتكونش عندها خيار تاني غير ان هو تاخده وتنط في البحر. واول لما بتنزل الميه بتتحول لحوريه تاني وبتقوله انها بتحبه وانها تسحب كل ذكرياتهم سوا وبتوعده ان هم يتقابلوا تاني. نرجع بقى للماضي القديم تاني بعد ما كل شمعة نورت في السماء وعرف الحاكم ان هم هيتقابلوا تاني. بتبدا الحوريه تتكلم معاه وتعرفوا ان هم اتقابلوا من 20 سنه لما كان طفل على الشاطئ، وان هو كان بيغرق وهي اللي انقذته من الغرق، وهم فضلوا يتقابلوا على الشط ويحبوا بعض لحد لما كبروا. وفي يوم ابوه اجبره ان هو يتجوز، فهي فكرت انها تبعد عنه وتحميه من الذكريات والحنين ليها لانها مش هتقدر تعيش بره الميه غير لما تكون كبيره علشان يتخلق لها رجلين. فقررت انها تسحب كل الذكريات منه وسابته ومشت. علشان كده هو ما عرفهاش
صدقهاش لما شافها وهي محبوسه، بس هو حس ان هو عارفها، فبيسالها وبيقول لها انت ليه في الوقت ده سبتيني ومشيتي؟ وعلشان نعرف هنرجع تاني بقى للحاضر. بعد ما الحوريه سحبت منه ذكرياته بقى المره دي تاني وسابته ومشت، ولقى نفسه على شط البحر ومش فاكر حاجه، وبيفتكر كل حاجه حصلت بس هو لوحده ونعم ما كانتش معاه، وبيشوف في ايده الصوره اللي كان سرقها منها بس ما بيعرفش ازاي بقت في ايده. فبيقرر كيم ان هو يرجع كوريا تاني، ولما بيروح بيته بيلاقي اصحابه قاعدين في بيته واخدين راحتهم قوي، فبيتخانق معاهم وبيطلب منهم ان هم يشوفوا مكان يعيشوا فيه غير بيته. صاحب هنا بيساله هو فين الاسوره اللي انت سرقتها من البنت؟ بيستغرب كده وبيقول له بنت مين؟ فبيوري له الصوره وبيستغرب جدا كيم لانه اصلا البنت دي اول مره يشوفها دلوقتي. بيقول له انا ما اعرفش هي مين بس معايا الاسوره اللي هي لابساها، وبيسيبه وبيمشي. في نفس الوقت بتكون الحوريه بتفكر فيه وعرفت ان هو رجع كوريا، فبتروح له علشان هو وحشها جدا، بس شكل المشوار بتاعها هيطول لانها هتروح له عن طريق البحر. وبتقرر تروح للعنوان اللي كان معرفها ان هو عايش فيه في كوريا. بتفضل تدور عليه في كل مكان، وهي بتدور عليه كده بتلاقي بنات صغيرين بيسرقوا بنت وبياخدوا منها فلوس، فبتروح وبتعمل زيهم علشان هي عايزه فلوس. بس البنت اللي رايحه تسرقها بتهزقها وبتمسح بكرامتها الارض، وفي الاخر بتصعب عليها وبتقوم عازمها على الاكل. بتقول لها ما تعمليش كده تاني واشتغل علشان يكون معاكي فلوس. وقبل ما تروح مدرستها قامت مديه للحوريه فلوس. من جهه تانيه بقى بيكون كيم راح لمديره الاعمال بس متنكر في شخصيه تانيه، وهي طالعه في الاسانسير كده خلى صاحبه يعطله واقنعها بالتنويم المغناطيسي ان ابنها هو اللي غلطان وهو السبب ان زميله ينتحر، وان هو ما نصبش عليها والكلام ده علشان يعني تبطل تلاحقه، لحد لما اقتنعت فعلا وفضلت تعيط. وطلعت وقالت للموظفين عندها ان هم لازم يلغوا الدعوه اللي ضد كيم. بنرجع تاني للحوريه واللي كانت عرفت المكان اللي موجود في كيم وراحت هناك، وبيكون مكان كله اسماك. من جهه تانيه بتكون صديقه كيم المقربه وبتحبه جدا، وطلبت منه الخدامه انها تجهز كل الاكل اللي كيم بيحبه علشان النهارده بيكون عيد ميلاده. فاخدت له الاكل وهو بياكل كده بيفتكر اكل مامته لانه نفسه الطعم بالظبط، وافتكر كل ذكرياته وهو صغير. بيروح كيم لمعرض الاسماك اللي مامته كانت بتوديهوله من هو صغير، وفي نفس الوقت بتكون الحوريه اول لما شافت الاسماك ما قدرتش توقف نفسها، دخلت مكان عرض الاسماك وفضلت تعوم معاهم وما قاومتش نفسها، وكل الموجودين بيفتكروها من ضمن العرض يعني، ومن ضمنهم كيم. وبعد ما العرض بينتهي صديق كيم بيبعت له صوره البنت اللي كانت معاه في اسبانيا. في اللحظه دي تفتكر الحوريه اللي كانت جوه ورجع لها تاني بسرعه، واول لما وصل هناك هي كانت بتهرب من الامن اصلا، فهو راح للامن وقدر يقنعهم بالتنويم المغناطيسي يعني ان هو ظابط علشان يقبض على الحوريه. من جهه تانيه بتكون البطله مش مصدقه اصلا واخيرا انها قدرت توصل له. بنرجع بالزمن القديم بقى لما الحوريه كبرت وقررت انها تروح ليانج تاني، وطلعت بقى للقريه وخدت هدوم كده كانت منشوره وسابت مكانها لؤلؤ علشان يعني ما تكونش حراميه. فرئيس القريه قرر ان هو يبعت رجالته علشان يمسكوها، ودي فرصه بالنسبه له. وطلع خبر بقى في كل البلد ان الحوريه لو راحت اي قريه بتدمرها، وان هم لازم يمسكوها في اقرب وقت، وعرفهم ان هم لو مسكوها لازم يقطعوا رجليها علشان ديت نقطه ضعفها. فرجاله رئيس القريه بيلاقوا الحوريه بتتمشى وسط الزرع كده، فبيهجموا عليها علشان يقطعوا لها رجليها. هي بتكون خايفه منهم ومش عارفه هم هاجمين عليها ليه. وهنا عزيزي المشاهد بيدخل يانج في الوقت المناسب وبيهاجم رجاله رئيس القريه، بيمسكهم طحن ردم لو راجل يطلع لك دقن، وبعدين بيقدر ينقذها من وسطهم. نرجع بقى للزمن الحالي واللي بتكون مراته وكيم الجديده عامله له اكل، وهو بياكل بيفتكر ذكرياته من زمان مع ام كيم، وان هو وعد ان هم هيكونوا اغنياء وان هم مش هيبعدوا عنهم ابدا. في اللحظه ديت بقى ضميره بيأنبه جدا وحس بالذنب. وبعد ما خلص اكل كان رايح الشركه، فسأل السواق بتاعه عن كيم، قال له ان هو هيجمع له شويه معلومات في اقرب وقت وهيعرفه مكانه. في اللحظه ديت بقى بتكون مراته حاطه له جهاز تصنت اصلا وسمع كل الكلام اللي بيتقال. بتتضايق جدا ان هو هيرجع علاقته بابنه من تاني علشان هو الوارث الوحيد ليه، فبتقرر انها تبعت راجل بلطجي كده يراقبه ويعرف كل حاجه عنه. نرجع بقى تاني لكيم واللي كان خلاص بيقابل الحوريه وبيسالها انت مين وعايزه مني ايه، بيسالها انها تعرفه ولا لا. بيجي هنا امن المكان علشان يقبضوا عليها، فكان بيقول لهم ان هو ظابط وهو اللي هيتعامل معاها وبياخدها وبيمشي. وراح مكان بعيد عن الامن خالص وقال لها انا ما انقذتكيش علشان سواد عيونك، انا انقذتك بس علشان تعرفيني انت مين. ووراها صورتهم سوا، فبتقول انها ما تعرفوش. فبيسالها عن اسمها، فبتقول انها ما عندهاش اسم. فبيستهزأ بقى كده وبيقول لها ازاي ما عندكيش اسم؟ بيقول لها طب واحنا هتقابلنا ازاي في اسبانيا؟ رجاله الامن بقى بيعرفوا ان هو مش ظابط وبيضحك عليهم، فكيم بياخد حوريه البحر وبيهرب بره المكان. بيقول لها انا متاكد ان انا شفتك قبل كده بس مش فاكر حاجه، وبيسيبها وبيمشي. فهي بتفضل تمشي وراه، فبيقول لها سيبيني في حالي انت ماشيه ورايا ليه؟ وبيمشي بسرعه كده لحد لما بيختفي من قدامها، فهي بتفضل تدور عليه ومش بتلاقيه. بيجي شاب كده وبيكون عايز ينصب عليها، فبيدخل كيم هنا وبيقدر ينقذها، وبتكون الحوريه مبسوطه جدا ان هو قدر يرجع لها تاني. بياخدها وبيتمشوا لحد بالليل، وبيكون متضايق انها ماسكه فيه ومش بتسيبه، وده لانها كانت خايفه يعني يهرب تاني منها. بيجي 3 شباب كده معديين وكانوا يخبطوها، فبينقذها تاني وبيحصل بينهم
موقف رومانسي، فهي بتفرح خالص وما بتصدق. بتجيله مكالمه كده فبيبعد عنها شويه، وفجاه بتسمع صوت صواريخ فبتجري عليها وبيقع على الارض وبتحضنه وبتقول له لا ما تخافش انا هنقذك علشان تفتكر ان ده صوت مسدس ولا حاجه. فهو بيقول لها انت يا عبيطه هو ايه اللي انت بتعمليه؟ دي صواريخ في السماء مش بتأذي اي حد، مجرد بس بتخلينا مبسوطين. فاول لما بتبص وبتشوف شكل الصواريخ بتنبسط خالص وبتنبهر بشكلها، وبيستغرب انها اول مره اصلا تشوفها. فبتقول له اول مره اشوف حاجه في السماء بتنور كده. بتقول له حط ايدك عند قلبك كده واتبسط. فبيستغرب جدا من كلامها، لان زمان كانت مامته اللي بتقول له كده، وكان متضايق جدا ان مامته سابته ومشت عايش مع مرات ابوه، وانها كانت بتعامله وحش وبسببها كان ابوه بيعامله معامله هو كمان وحشه. فكان بيسيب الحريه وبيكون مروح، فبتترجى انها تروح معاه لكن هو مش بيوافق. فبياخد عربيته وبيمشي شويه صغيرين كده، فبتصعب عليه فبيقرر يرجع وياخدها تاني. وهما في العربيه بقى بتقوله انا بحب اكون معاك. بيفضل بقى يتذكر حاجات من الماضي بس مش عارف يستوعب هي ايه، وبيلاقي حد بالعربيه بيطارده فهو بيقدر يهرب منه وبيروح البيت، وبتشوف صحابه عايشين معاه في البيت فبتستغرب، وهم بيسالوه انت جبتها هنا ليه؟ فبيعرفوا انها ما عندهاش مكان تعيش فيه فهتقضي معانا فتره يعني. فبيبداوا يحضروا لها الاكل، وهي بتاكل كده بيسالوها انت بيتك فين؟ فبيجي في بالها البحر وبتقول لهم بيتي بعيد خالص، وبتبدا تاكل بطريقه غريبه خالص. فكيم بيوريها الاسوره وبيقول لها بتاعت مين ديت؟ فبتعترف له انها هي اللي اديتها له علشان هي كانت عاجباه، وبتعرفه انها عندها منها كتير قوي، وقصدها انها بتلاقيهم اصلا مرميين في البحر. فصاحب كيم كده بيفرح جدا وبيقول لكيم انها لازم تفضل عايشه معانا، انت ما تعرفش ده شكلها من اغنياء القوم. بيسالها اسمك ايه؟ فبتقول لهم انها ما عندهاش اسم، وبتطلب من كيم ان هو اللي يسميها. فبيقرر ان هو يسميها شيم، فهي بتفرح خالص بالاسم وبيعجبها، وبتقول ان هو حلو لان هو اللي مسميها بس مش اكتر. وبعد شويه بتيجي صديقه كيم المقربه بيته، بتتفاجئ بقى ان هو جايب بنت معاه في البيت، وبتستغرب بشيم انها جايه بيت كيم ليه. فبتقوم حاضنه كيم كده علشان تضايقها، وبيروحوا يحتفلوا بعيد ميلاد كيم، وشيم بتتعامل بطريقه غريبه وبتاكل التورته بطريقه اغرب. صاحبه كيم بتكون مستغربه منها وكلهم بيضحكوا عليها. فشيم بتلاقي البنت بتتعامل بطريقه عاديه كده وكيوت، فشيم بتقلدها على اساس يعني انها تبقى كيوت، وما تعرفش انها كده كده كيوت من غير اي مجهود. بالليل بيجهزوا لها اوضه كده فوق اوضته علشان تنام فيها، وبيقولوا لها انها هتعيش معاها لفتره هنا قصيره بس. بتفضل طول الليل تدبدب كده وتنطط وهو ما يعرفش ينام، فبيزعلها فبتقوم نايمه. وتاني يوم الصبح بتروح تصحيها علشان يعمل لها الفطار، وبتكون مستغربه من كل حاجه بتحصل في البيت وبتتخض بسرعه خالص. من جهه تانيه بيكون الشخص اللي مرات ابوه بعتها يدور عليه قدر يوصل للمنطقه اللي هو عايش فيها، وهو عمال يدور عليه كده في شخص خد باله منه وبدا يرخم عليه، فاضطر للاسف الشخص الغريب ده ان هو يقتله. وطلع الراجل اللي مرات ابوه بعتها ده سفاح. بالليل كيم بقى بيكون مروح بعربيته وبيعرف عن جريمه القتل اللي حصلت في البيت اللي جنبه. بيروح بسرعه قبل ما المجرم يوصل للبيت بتاعه ويقتل شيم علشان هي قاعده لوحدها وبيكون قلقان عليها. من جهه تانيه بيكون فعلا المجرم اصلا وصل لبيت كيم، ولما بيخبط صاحبتنا هي اللي بتفتح عادي وبتكون غلبانه، وبيروح كيم كده وبينقذها في اللحظه الاخيره، والراجل بيقدر ان هو يمشي قبل ما كيم يتعرف عليه. بنرجع بالزمن تاني لما الحاكم انقذ الحوريه وقدر ان هو يقتل كل الرجاله اللي كانوا هاجمين عليها بسيفه، ويهربوا بسرعه وقام واخدها وموديها لمكان امن يقعدها فيه. من جهه تانيه بيكون رئيس القريه بعت راجل من رجالته يقتل شخص واتهم الحوريه ان هي اللي قتلاه، وقال لكل الناس اللي موجودين ان الحوريه ديت وش شؤم على المكان وان هم لازم يتخلصوا منها. وقدر ان هو يقنعهم فعلا لحد لما بداوا كلهم يكرهوها وبيدوروا عليها علشان يتخلصوا منها. بيعرف الحاكم ان هم بيدوروا عليها فبياخد الحصان بتاعه وبيجري على البيت اللي سابها فيه. نرجع تاني بقى لزماننا الحالي لما كيم روح البيت علشان ينقذ شيم ودخلها جوه البيت وزعلها ولا ما عادتش تفتح لحد غريب. فبتقوله انها كانت تفتكر سمكه قرش باللبس اللي هو لابسه ده، بس طلع انسان. فلا ان الانسان اخطر من سمكه القرش على فكره، واقنعها بكده. بس هو كل اللي كان شاغل بالها اصلا الناس اللي جوه التلفزيون دول، وبتساله هم ازاي عايشين جوه كده وصغيرين، وبتسال كيم لو كان يعرفهم ولا لا. فبيفهمها انها بتتكلم على المسلسل اللي كانت بتتفرج عليه بس مش اكتر. فبتقوله طب ايه اللي حصل في المسلسل ده عايزاك تسالهم. فبيكلم صاحبه كده وبيساله عن اللي حصل وبيضحك عليها يعني وبيستعبطها وبيكمل قصه هو من دماغه، وهي بتنبهر خالص من رده فعله. وبعدين بيبدا يتكلم مع البطله وبيقول لها ان هو عايز يعرف كل حاجه حصلت بينهم في اسبانيا، وده بمقابل ان هو يقول لها النهايه اللي حصلت في المسلسل. لكن هي رفضت تقول له اي حاجه برغم انها هتموت وتعرف نهايه المسلسل. بيقول لها طالما انت ما قلتيش يبقى هتمشي بكره. وشيم بتتضايق خالص لانها عندها اسباب وخايفه لما يعرف انها حريه بحر يسيبها. في نفس الوقت ده المجرم بيكون عارف مكان كيم وكلم مرات ابوه وقال لها ان هو هيبعت لها الرقم في مسج. بيجي هنا ابنها وبيعرف انها عايزه تاذي كيم، فبيعمل نفسه وكانه راح يدي لامه التليفون وبيقوم موقعه في الميه علشان يبوظه، وما بتعرفش توصل للمجرم ولا الكيم. بنرجع تاني لكيم واللي بيكون جه ميعاد نومه، لكن شيم بتفضل ترخم عليه وما بيعرفش ينام
النوم بسببها. بتقول له ايه ما تسيبني اجي انام جنبك، لكن هو بيقول لها لو ما طلعتيش اوضتك تاني همشيك النهارده، عيب ما عندناش بنات تنام جنب رجاله. فبتتضايق وبتروح تنام، وما كانتش عايزه تنام اليوم ده لانها عارفه ان ده اخر فرصه لها لو ما قالتلوش الحقيقه. الصبح بقى بتيجي على البيت بتاعهم كده صديقه كيم، وبتكون البنت مش طايقه شيم خالص، ولا شيم اصلا بتكون عايزاها تدخل البيت، واول لما بتدخلها بتفضل تضايق شيم بالكلام وبتكون عايزه تطردها. فبتقوم البطله كده عضها في ايديها، واول لما بيروح كيم البيت مش بيكون مصدق انها عملت كده، وبيزعق لها وبيقول لها ان ده اخر يوم لها النهارده في البيت، وبياخد صديقته وبيروحوا يتمشوا. ولما روح البيت كانت هي استخبت منه علشان ما يطلعهاش من البيت، وهو عرف ازاي يخرجها في دقيقه واحده. قال لها ان هو هيعمل اكل لذيذ جدا ومشوي، ولو عايزه تاكل تنزل، وطبعا هي على طول نزلت، عندها كله الا الاكل. وبعد ما كانت كده ادالها كارت للاتوبيس وكمان تليفون، قال لها انها هتمشي دلوقتي لكن ما تتصلش بيه غير لما تكون عايزه تقول له الحقيقه. قالت له همشي بس توعدني الاول مره ينزل فيها التلج تقابلني هناك، وشاورت كده على برج عالي. بس كانت عايزه تعترف له انها بتحبه، بس زي ما سمعت من الدراما وعايزه تقول له بالطريقه يعني اللي اتفرجت عليها في المسلسل، وان التلج لما بينزل وحد بيعترف لحد بحبه الحب بتاعهم بيفضل للابد. فصاحبنا بيوعدها علشان يخلص منها وتمشي من المكان. وكيم كان حاطط اصلا في تليفونها جهاز تتبع علشان يعرف هي راحت فين وكلمت مين ويعرف حقيقتها. ولما اصحابه بيرجعوا مش بيلاقوها بيزعلوا منه جدا، وان هو ازاي يمشيها في عز البرد كده، وانه ما عندوش رحمه علشان ما كانش عندها مكان تروحه. من جهه تانية بتكون شم ماشيه في الشارع، فبتقابل شحاته كده وبتلاقيها ماسكه ورق، فبتقولها بتعملي ايه؟ بتقولها لو عايزه تكسبي فلوس وزعي الورق ده كله وفي اخر يوم هيدوكي فلوس. فالبطله وافقت وبدات توزع في الورق، وبيكون كيم بيراقبها كده من التليفون ومش عارف هي ليه واقفه في المكان ده، وانها طولت قوي يعني. ونزل لعندها ولما شافها بتوزع الورق اول حاجه بلغ عن المسؤول اللي واقف، وبعد كده بعت لها شويه شباب يعني ياخدوا منها الورق كله علشان خاطر يعني ما تفضلش واقفه، وهو اللي كان بيدفع لهم فلوس كتير. ولما لقاها بردانه وجعانه كده بعت لها سيده باكل وكمان حاجه علشان تلبسها وتدفيها. وبعدها السيده قالت له على فكره انت شكلك بتحبها، لكن طبعا هو انكر. وبعد دقايق لها شاب كده بيطلب منها نمرتها، راح متصل بقى بسرعه وقال لها ان انا نسيت اقول لك اي حد يطلب منك النمره بتاعتك ما تديهاش ليه. وهي بتكلمه كده شافته قدامها بالصدفه، فجرت عليه وقالت له انها بتشتغل دلوقتي وانها تجمع فلوس كتير وتديها له لانها عرفت ان هو بيحب الفلوس. وبعد كده سابها ومشت. وبالليل بقى الدنيا مطرت تلج، وهي فرحت خالص لانها هتشوفه على حسب اتفاقهم وهتقدر تعترف له بحبها عند البرج. جرت في اتجاه البرج اللي كانوا متفقين يتقابلوا فيه، وهو برضه راح يلبس علشان يروح لها، وكان مبسوط ان هو اخيرا هيعرف الحقيقه منها، وهو في الحقيقه اصلا معجب بيها. من جهه تانية وشيم رايحه البرج كده علشان تقابله، للاسف عملت حادثه واللي خبطها في العربيه ابن مرات ابو البطل. في نفس الوقت كيم راح للبرج وفضل مستناها كتير لكن هي مش بتروح له. ونرجع بقى تاني للزمن القديم لما الحاكم خد الحريه وخباها كده في بيت قديم. بعدين بعت لها صاحبه علشان ياخدها يوديها لمكان امن تاني غير المكان ده، لانهم للاسف عرفوه. ولما وداها المكان تاني كده طلب منها تستناه هنا وهو هيروح يجيب الحاكم ويرجع لها. وهو خارج بقى علشان يروح للحاكم قابل رجاله رئيس القريه وخدوه ورموه من فوق الجبل. من جهه تانية بيروح الحاكم للبيت اللي ساب فيه الحريه وما لقاهاش هناك، فضل يدور عليها في كل مكان وبرضه مش لاقيها. بنرجع للزمن الحالي لما كيم فضل مستني شيم، وهي لما ما جاتش بدا يشوف مكانها عن طريق الGPS، بس لقى تليفونها مرمى على الارض وكل الورق اللي هي كانت بتوزعه فارق عليها، وعرف انها عملت حادثه. بدا يسال الناس عنها وعرف انها عملت حادثه. راح على المستشفيات كلها بسرعه يدور عليها وما لقاهاش غير بعد معاناه. لقى حالتها صعبه بقى وحرجه وعلى وشك انها تموت. في اللحظه دي اكتشف ان هو هيخسرها للاسف. فضل يزعق مع الدكتور ان هم ينقذوها باي طريقه، وقام ماسك ايديها وفضل يعيط. في الوقت ده هي فتحت عينيها وقالت له انها حلمت حلم غريب وهو انقذها من الموت. واساسا الحلم ده لما الحاكم انقذ الحريه من سنين، بس ديت ذكريات بترجع لها. ويا ترى ايه علاقه الذكريات بالحاضر؟ هنا بقى كان لازم يتصرف البطل، مكلم صحابه كده وقال لهم ان هم لازم يعملوا بطاقه شخصيه مزوره ليها علشان هو خايف عليها. فهم قالوا له ان هم مش فاضيين دلوقتي علشان يضيعوا وقتهم في حاجه تافهه شبه ديت، بس ما كانوش يعرفوا انها لشيم. واول لما عرفوا ان شيم هي اللي عملت الحادثه اتصدموا وجروا بسرعه على المستشفى. في نفس الوقت بتكون البطله فات اصلا ومبسوطه ان كيم خايف عليها، وبتساله لو هو بجد قلقان عليها. ففضل يزعلها وبيقول لها ده مش علشانك، ده علشاننا كلنا وعلشان انت ما عندكيش اهل يعني. مش عارفه هو بيذلها ولا بيواسيها. فاصحابه جم ولقوه بيزعق لها فضربوه قالوا له ما تعملش كده احسن لك. وكان باين عليهم ان هم قلقانين عليها وهم بيحبوها خالص. وبيكون خارج من المستشفى فبيشوف ابن مرات ابوه وبيعرف ان هو اللي خبطها بعربيته، وبيقول ان هو خبطها غصب عنه وان هو مش قصدها، وبيسيبه وبيمشي. من جهه تانية بتكون شيم في المستشفى لسه وبتكون عاجبها اجواء المستشفى خالص ورجلها مكسوره بس هي مش حاسه بحاجه نهائي. بتسال الدكتور اذا كانت هتعيش في المستشفى على طول ولا لا، فبيقول لها اه لفتره صغيره بس لحد
لحد لما تبقي كويسه. وهي زي العبيطه خالص في اسئلتها وفي كل حركاتها، قالت لهم يبقى انا هتجوز كل واحد موجود هنا لحد لما يجي الدور وهتجوز كيم. كلهم بيتكسفوا كده من اللي هي بتقوله، فالدكتور قال اعملوا اشعه على دماغها يا جماعه لا يكون في حاجه اثرت عليها، بس ما عرفش ان دي طبيعتها اصلا. وبالليل بقى لقت الاكل داخل لكل المرضى الا هي، ولما سالت الممرضه قالت لها ان انت لازم تكوني صايمه علشان هتعملي عمليه يعني. وهي كانت منهاره مش مصدقه انها مش هتاكل. راحت متصله بكيم وقالت له ان كل اللي موجودين بياكلوا اللي هي. كان بيضحك عليها كده لانه عارف انها نقطه ضعفها اصلا الاكل. قال لها خلاص اقفلي واسمعي كلام الدكتور ولازم تكوني صايمه. لكن قبل ما يقفل معاها اتصل بالمستشفى وزعق معاهم، قال لهم انها مش محتاجه عمليه، وحتى لو هتعمل عمليه لازم تبلغوها انها تصوم علشان تاكل كويس للاول. وكان متعصب جدا علشانها. وبعد كده وصل على المستشفى واطمن ان الاكل وصل لها. فشيم اتصلت بيه وهي بتاكل وقالت له ان جالها طبق اكل انما ايه النينجا من اللي قلبك يحبه. فقام زعق فيها كده وقال لها انا مش قلت لك ما تتصليش بيها تاني. وهو اصلا بيراقبها وكان مستنيها. وبعد ما قفلت مش مصدق ازاي بقى ضعيف كده قدامها وشكله واقع في حبها خالص. وبتمر الايام وشيم بتتحسن واعتبرت المستشفى هي بيتها خلاص واللي موجودين حواليها هم اهلها. في يوم نزلت تحت كده تتمشى لقت مدير المستشفى بيضرب واحد من الامن بأسوأ. وكان سبب الضرب هو ان هو رفض يمشي واحده ست واقفه. وكل اللي عليها انها عايزه تعرف ازاي بنتها ماتت جوه المستشفى. فشيم ما عجبهاش الوضع واتضايقت، ورغم ان رجلها مكسوره جرت وهجمت على المدير وراحت ضربها طياره بسم الله ما شاء الله. حتى كل اللي موجودين استغربوا منها فخدوها وقبضوا عليها وخدوها علشان يحققوا معاها. ولما شاف كيم واصحابه الفيديو وهي بتضرب مدير المستشفى بدل يضحك كده وقال عليها انها عبيطه وهبله بس طيبه. في الوقت ده قرر ينتقم من مدير المستشفى. دخل عليه كانه ابن صاحب المستشفى وعمل عليه تمثيليه كده. وكمان قدروا يدخلوا مكتبه وعرفوا ان المدير واخد رشوه. وبعد كده هددوه ان هو لازم ينفذ طلباتهم كلها، وهي ان اول حاجه يعتذر لراجل الامن، وتاني حاجه يعرف الست حقيقه موت بنتها وان المستشفى هي السبب الوحيد في موتها، وكمان يدولها تعويض مالي. والتالت طلب ان هو يرفع الشكوى اللي هو مقدمها ضد البطله. واخر حاجه يطلب من المتابعين ان هم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه علشان خاطر يستنوا الجزء الثاني اللي هينزل، ويفعلوا جرس التنبيهات اهم حاجه علشان الواحد بيتبسط لما بيلاقي فيه متابعين مستنيين الفيديوهات. بعدها كده راح البطل واطمن على البطله وهي كانت مبسوطه واخدها معاه كده بالعربيه علشان عامل لهم فجاه هيوريها التلج وان الدنيا بتشتي، لان اول مره يعني المفروض يتقابلوا فيها والدنيا بتشتي تلج. للاسف عملت حادثه بس ما تعرفش ان اصلا كل ده تلج فيه. من جهه تانيه بيكون سواق ابو كيم واللي اسمه نام عرف ان مرات ابو كيم بتراقب جوزها عن طريق جهاز تصنت حطاه في العربيه، لكن للاسف ملحقش يبلغ حد والمجرم عرف فقام خبطه بالعربيه قبل ما يقول لحد. بنرجع لكيم واللي كان اخد شيم علشان يوريها التلج، واول لما وصلت وشافته انبهرت بيه خالص وكانت مبسوطه وفضلوا يلعبوا ويتزلقوا كده على التلج. وفي اخر اليوم كان كيم عايزه تقول كلمه بحبك علشان يقارن بين صوتها والصوت اللي بيسمعه على طول، لان كل لما بينام بيحلم بحد بيقوله بحبك. بس كيم من جواه هو فعلا بيحبها ومنجذب ليها. بنرجع تاني بقى بالزمن القديم واللي بيكون رجاله رئيس القريه قدروا انهم يوصلوا للحريه في الكهف اللي هي فيه، وفي نفس الوقت الحاكم كان قدر يوصل لصاحبه اللي بين الحياه والموت. فاخده بسرعه ووداها للدكتور وراح كل مكان يدور على حريه البحر. وهدد كمان مرات الرئيس انها لو ما قالتش مكانها فين هيقتلها لحد لما تعترف. فراح المخزن بتاع الحاكم ولقى الحريه بتموت وجنبها لؤلؤ من دموعها، اخدها علشان ينقذها، لكن كان عارف ان هو للاسف اتاخر عليها وفات الاوان وشالها ومشى. قال لها رغم ان انا مش فاكر ذكرياتي معاكي لكن اتمنى اننا نتولد من جديد في عالم تاني. نرجع بقى للزمن الحالي لما البطل طلب من البطله انها تقول كلمه بحبك، وبعد كده البطله فضلت تتكلم عن شخص لطيف كانت عارفاه وهي طبعا قصدها عليه بس هو ما يعرفش، وده قبل ما تسحب ذكرياتها. فكيم كان غيران عليها جدا من الشخص اللي هي عماله تتكلم عنه ان هو لطيف وان هي بتحبه. فضل بقى طول الليل يفكر وما عرفش ينام. فقام من النوم وراح سألها انت لسه بتقابليه؟ فقالت له اه. ولما وصفته ليه كده ان هو شكله عسول جدا وجنتلمان كده في نفسه، فلا لا لا ده اكيد بتاع بنات، هما كده الرجاله اصلا الحلوين. وفضل يتريق كتير وهي فضلت تضحك كده علشان بيشتم نفسه. وبعدين صاحبنا بينام وبيحلم بكوابيس وما بيكونش عارف ايه اللي بيحلم بيه ده اصلا. ومن جهه تانيه بتكون الشرطه عرفت ان الجرائم اللي في البلد بيقوم بقى مجرم معين وقدروا يوصلوا لشخصيته واسمه. وتاني يوم الصبح بتكون شيم جعانه فبتخرج علشان ترمي نفسها في البحر كده، وقبل ما ترمي نفسها علشان تاكل سمك كان موجود في المكان ده شاب فراح بسرعه علشان ينقذها بس ما عرفش انها حريه بحر. وبعد كده بصوا في عيون بعض وبداوا يتكلموا عن طريقه التخاطر وعرفوا بعض على طول، وان هو كمان كان حوري بحر قبل كده في الميه واختار يعيش على الارض بعد ما وقع في حب بنت. ولا انها ما تعملش زيه لان البشر بيتغيروا ومشاعرهم بتتغير. ولا ان حبيبته سابته بعد ما عرفت حقيقته. لا وكمان اتجوزت واحد غيره وعاشت دلوقتي سعيده. وبيطلب منها انها تمشي بس بتقول انها معاش فلوس تروح. فبيقول لها ازاي انت فقيره يا بنتي؟ ده انت الدموع بتاعك بتتحول للؤلؤ
واللي بتكون فلوسه حلوه، ولا لو حبيبك ما اعترفش بحب ليكي خلال شهرين فانت هتموتي، وعرفها ان هو كمان حاليا بيموت لان حبيبته ما عادش بتحبه، وعلشان ينقذها يعني قال لها ان هو هيساعدها ويخلي حبيبها يغير عليها، ولا ان هم يعملوا خطه، وطلب منهم اول حاجه ان هم يقعدوا يعيطوا كتير علشان يبقى معاهم لؤلؤ ويبيعوه ويشتروا به هدوم، وفعلا راح اشترى لها وخلاها شخص تاني بنت زي القمر. ولما وصلوا على البيت علشان يوصلها كيم هناك شافهم سوا وغار منه جدا لدرجه ان هو قفل الباب في وشه. التاني يوم بقى كانت لابسه لبس اجمد من اللي قبله وقصير، فبدا ان هو يغير عليها بيقول لها ما تلبسيش قصير تاني، وكمان رفض انها تخرج من البيت اساسا من غير اذنه، وبيفضل بقى يهرب بالكلام كده مع اصحابه علشان معاملته الوحشه ليها. تاني يوم بتروح البطله كده وبتنزل البسين عايزه ترجع حريه بحر تاني يعني او تستعيد شويه طاقه. بيروح البطل وبيدور عليها لحد لما بيلاقيها في البسين، فبتزعله وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا، وبتطلب منه ان هو يغمض عينيه وده يعني علشان ما يشوفش ديلها، وهي في الميه بتقول له اطلع بره، وبعد ما بتخرجوا بيزعق لها بيقول لها بعد كده لازم تاخد بالها يعني افرض حد من صحابه هو اللي شافها، وفضل يزعق لها علشان غيران عليها. وبيروح لاصحابه وبيقول لهم لما تيجوا تدخلوا البيت بعد كده من النهارده يبقى لازم ترنوا الجرس. بيروح البطل وبيقابل صديقته المقربه بتكون شغاله في الاثار، بتحكي له عن حاكم زمان سابق لعصره واللي كان راسم صوره لحريه البحر مع شخص لابس بنطلون، وديت حاجه غريبه لان ايام زمان ما كانش فيه بناطيل وقماصه، والمشكله ان الشخص ده شبه كيم حاليا. واول لما بيشوف الرسمه بيتخيل ان هو شافها في الحلم قبل كده. بيقرر ان هو يروح لدكتور نفساني، واول لما راح له وحكى له كل اللي حصل نيمه تنويم مغناطيسي كده، ولما نام حلم بالحاكم وشاف شيم كده قصاده وما عادش عارف يفرق بين الحقيقه والحلم. وبعد ما فاق قال للدكتور ان هو شاف البطله في الحلم واكيد ديت خرافات يعني. وبعد كده روح البيت وبيشوف شيم في وشه وبياخد باله انها نفس البنت اللي لسه شايفها في الحلم، وهي كانت خارجه فغيرت رايها. فاصحابه بيسالوها انت كنت رايحه فين، فقالت لهم انها كانت رايحه تبيع اللؤلؤ ده، وقالت لهم انها شقيانه فيه الصراحه وشغاله بقالها كتير، ما كانت بتعيط الصراحه. فواحد منهم وهو النصاب الكبير خد منها لؤلؤها كده من غير ما تعرف. من جهه تانيه بتكون شيم كده فاضل لها شهرين بس، ولو ما اعترفش كيم بحبه ليها هتموت. فرحت له الاوضه بتاعته وفضلت تترجاه ان هو يقول لها بيحبها ولا لا، فقال لها لا، وفضلت تترجاه يفكر بس هو مصمم على قراره. فبتقول له لو في يوم قرر ان هو يحبها لازم يعرفها، وكانت متضايقه جدا لانها كده هتضطر تسيبه وتمشي. فسابته وراحت تنام، وتاني يوم الصبح شافته خارج فبتساله رايح فين، فقال لها ان هو رايح المكتبه. فضلت تتحايل عليه علشان تروح معاه علشان تقرب منه اكتر يعني او ممكن يحبها ولا حاجه، بس هو مش بيوافق. بس من كتر زنها عليه يعني صاحبتنا بتقدر تقنعه. ولما راح المكتبه دور على كتاب اللي فيه قصه الحاكم، وعرف ان هو كان شبهه بالظبط في كل حاجه، وان هو مات وهو عنده 27 سنه، فخاف وعرف ان هو هيموت بعد 20 يوم. في نفس الوقت هي كانت بتقرا كتاب عن حريات البحر، وبعد ما بيخلصوا وبيكونوا مروحين البطل بيجيله رساله كده وبيضطر ان هو يسيب البطله وبيمشي. فبتقرر تروح لصديقها بس للاسف بتلاقي ان قلبه وقف ومات، وبتلاقيه كمان ساب لحبيبته خاتم من لؤلؤ، وحبيبته بتفضل تعيط وندمانه انها سابته. لما البطله بتقعد تحكي لها كل حاجه وان هو كان بيحبها وساب لها الخاتم ده علشان يثبت لها حبه الدايم ليها، الموقف ده بيبقى صدمه للبطله لان ده هيبقى مصيرها لو البطل ما اعترفش بحبه ليها. نروح بقى للبطل واللي كان رايح يقابل نام سكرتير ابوه لكن مش لاقيه، ولقى المجرم اللي قتل جاره وفضل يساله فين نام، لكن هو مش بيرد عليه واعتدى عليه بالضرب وكان رايح يقتله. فكان رايح ينيمه تنويم مغناطيسي، فجاله رؤيه ان هو شخص من الزمن القديم اللي بيجيله احلام عنه، لكن المجرم حاول ان هو يقتله، وكل ده بسبب مرات ابوه علشان هي مش عايزاه يورث اي حاجه بما ان هو الابن الوحيد الشرعي يعني. وبعد ما المجرم بيهرب بيروح كيم لشينا علشان كلمته بتقول له انها تعبانه، واول لما بتشوفه متعور بتقل عليه خالص، وفي نفس الوقت هو كمان بيكون قلقان عليها لانها بتكون قايله له انها تعبانه. فهي بتقول له انها عايزه تقول له سر وهو لو عرفه مش هيعرفها تاني وهيبعد عنها للابد. فقررت انها تقول له السر وهتبعد عنه بعدها وهتروح للمحيط تاني، بس هو بيصدمها هنا وبيقول لها ان هو بيخطط ان هو يبدا يحبها، وبيقول لها انها ما تبعدش عنه وان هو كان رايح يمسك ايديها كده علشان يروح، لكن للاسف حس بألم شديد وغمى عليه لانه كان مصاب جامد. وبكده بينتهي الجزء الاول. ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناه علشان الجزء الثاني هينزل على طول. واقدر اقول لكم سلام.